هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن جدول لم المنهج والمتراكم في شهر واحد بس. مش بس كده يا جماعه، كمان في فيديو النهارده هقول لكم على بدايه التحدي وكمان شويه نصايح للمراجعه وكده. وهبدأ معاكم التحدي وهعمل لكم ازاي عملت الجدول وايه المواد اللي انا مراكمه فيها وتفاصيل كتير جدا في الفيديو ده. فأتمنى إن هو يعجبكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم عشان كلكم تستفيدوا. دلوقتي يلا نبدأ. أول حاجة هبدأ بيها معاكم وهي الجدول. أنا هنا كنت جايبة ورقة فلوسكاب عادية وكاتبة فيها جدول لم المنهج. كتبت يا جماعة كل المواد اللي عليا، وكتبت يعني قدام كل مادة أنا يعني فاضلي كام درس وأخلصها. مثلا أنا هنا كنت كاتبة العربي 3 دروس، الساينس 5 دروس، 7 دروس، مش عارفة ايه. يعني انتوا اكتبوا كل مادة فاضلكوا فيها كام درس. وكمان يا جماعة أنا أكتر من جماعة مادة مراكمة فيها هي الساينس، فاضلي 5 دروس تقريبا، وحدتين ودرس. ودي يعني مصيبة. حتى يا جماعة اكتبوا برضو مثلا يعني الهاي ليفل والمواد اللي بره المجموع والعملي كمان، عشان يعني تكونوا انتوا يعني عارفين كل الحاجات اللي عايزين تعملوها مكتوبة قدامكم. وابدأوا يا جماعة اكتبوا التاريخ اللي عايزين تخلصوا فيه. انا مثلا يعني عايزة اخلص على يوم 20 كده، لو انتم مركمين كتير خلوها اليوم 30 او كده، على حسب انتوا فاضلكوا قد ايه. وكده هتكونوا عرفتوا فاضلكوا قد ايه في كل مادة، وكمان يعني فاضلكم وقت قد ايه. بس كده هنبتدي بقى، يلا نطبق ونبدأ. أول يعني يوم هبتدي يا جماعة بداية التحدي معاكم. هبتدي إن أنا أذاكر الريدة بتاعت الإنجليزي، ودي آخر حاجة باقيالي، اللي هي The Adventure of the Hidden Island. هبتدي يا جماعة، دي هما في قصتين، أنا كنت مذاكرة واحدة وهذاكر معاكم التانية. هقول لكم كمان ازاي بذاكر القصة برضو، عشان لو ما كنتوش عارفين. أنا قبل كده عملتها في فيديو، بس لو متفرجتوش عليه أقول لكم برضو. اول حاجه يا جماعه انا ببتدي امسك كل شخصيه شخصيه من القصه بقراها، والسيتنج والبليس بتاع اللي هو البليس والتايم بتاع القصه بفهمه كويس وبرضه بحفظه. بعد كده يا جماعه بخش على الكلمات الجديده بقراها، ويعني لو في حاجات جديده مثلا انا مش حافظاها بحفظها وكده عشان اكون برضه عارفاها. ويعني الكي ووردز والاكسترا ووردز، وفي البوب كويس على الكلمات ده بحله برضو عشان اتاكد يعني عشان اتاكد كويس جدا ان انا فاهماه. بعد كده يا جماعه المين بوينتس اللي فوق دي بقراها برضو علشان اكون عارفاها. مثلا يعني هم ستة تقريبا. وابتدي بقى اقرا الشابتر نفسه، اقراه كويس جدا، ولو في حاجات يعني جديده بحدد عليها او كده. وفي يا جماعه الاسئله هتلاقوها في الصفحه التانية اللي هي دي، بقراها برضو. طبعا يعني استخدموها مثلا يعني اقلام وهايلايتر وكده. ولو في مثلا سؤال صعب او كده ممكن انتوا تبسطوه او كده عشان تبقوا عارفين الاجابه وتحفظوها مثلا. بس يا جماعه بعدها كده بحل الاسئله والتدريبات موجودة على كل شابتر. مثلا لو كان في مثلا تدريبات، في أسئلة، في أي حاجة. وبس كده يا جماعة. وطبعا انتوا يعني طبقوا الطريقة ده الطريقة دي مع كل شابتر أو مع أي قصة عندكم. يعني أنا بعمل الطريقة دي مع كل شابتر وبس. وكده خلصت القصة. بعد كده يا جماعة هخش على الساينس واللي لازم أخلصه لأني مراكمة فيه 5 دروس، ودي مصيبة بجد يا جماعة. فأنا لازم أحاول أخلصه. يعني ما بسمع شرح الدرس أو بذاكره يعني مع حد وكده. أنا مامتي يا جماعة مدرسة ساينس فبذاكر معاها وكده. ببتدي بقى إن أنا أذاكره لوحدي، بقرأه تاني كويس بسرعة وبعلم على النقط الحفظ والمهم وكده. لو في مثلا أي أمثلة أو كده بعلم عليها، أو لو في definition أو كده برضه بحفظه عشان أكون يعني فاهماه كويس وحافظاه. ممكن يا جماعة تلخصوا انتوا في ورقة برا مثلا لو في حاجات كتير، أو لو انتوا مش عايزين تلخصوا خلاص استخدموا أقلام أو أقلام يعني متلونة وهايلايترز وكده، وحاجات تفتح نفسكم على المذاكرة. ويا جماعة حاولوا ان انتوا تشدوا على نفسكم شوية مثلا وتسيبوا الموبايل وكده، لأن خلاص معادش فيه وقت. ولازم نحاول ان احنا نلم نفسنا في الكام يوم دول علشان يعني ما نرجعش نزعل من النتيجة في الآخر. بقسم الصفحة يا جماعة على جزئين، وبعدها براجع سريع على الصفحة كلها. لو في equation أو حاجة زي كده بحفظها كويس لأن هي هتيجي كومبليت في الامتحان، أو بيقول اكتب الإيكويشن، فلازم أكون حافظاها لأن أي غلط صغير بينقصني عليه درجات. وأحفظوها كويس جدا برضو. الأسئلة الصغيرة دي بحلها، والإيفالويت 1 بحله برضو. ولو في حاجات كتير يا جماعة عايزة تتحفظ أو كده أو تتكتب، تمام يعني احفظوها واكتبوها
بعد كده بخش على تاني جزء من الدرس. حاولوا يا جماعة تخلصوا الدرس مثلا يعني على قد ما تقدروا تخلصوه كله مرة واحدة. وزي ما قلت لكم احفظوا الحاجات اللي هي مثلا definitions والأمثلة وكده علشان تكونوا فاكرينهم. لو في أي أسئلة أو حاجة مثلا يعني مش واضحة افهموها وعلموا عليها. أنا يا جماعة خلاص الدرس وحليت عليه في ساعتين. اكتبوا لي يا جماعة في الكومنتات هي ايه أكتر مادة انتم مراكمين فيها. خلاص يعني قربت أخلص أحل بقى الأسئلة كده وبس. بعدها بقى يا بنات هخش على التقييمات. هنا عندي يا جماعة تقييمات إنجليزي. جماعة يعني التقييمات ما بتخلصش الحمد لله. المفروض ان انا اقعد احل المونثلي ريفيجن ده عشان يعني انا قربت اخلص الكتاب وكده. فانا هقعد ابتدي احل بقى. طبعا شوفوا انتوا اي تقييمات عندكم، دراسات، عربي، دين، حاجات كده. الاستماع ده بسيبه طبعا. بس يا جماعة انا يعني انا لقيته سهل وبيتحل فحليته وخلاص. وبعد كده بخش على الفوكابرلي بقى اللي تحت يعني ببتدي ان انا احلها وكده. ويا جماعة برضو التقييمات مهمة جدا، حلوها يا جماعة علشان بتيجي منها في الامتحان وكده. بتيجي يا جماعة 90% منها بيجي في الامتحان. فانتوا لو حليتوها كده هتضمنوا الامتحان وهتجيبوا فيها الامتحان الدرجات الكويسة. وهتلاقوا ان مفيش اسئلة صعبة لان انتوا كنتوا حالين التقييمات وبرضو عشان الدرجات والمدرسين وكده. وحلو يا جماعة طبعا بتركيز يعني ده في أي مادة وذاكروا بتركيز. وابعدوا يا جماعة المشتتات عنكم بالذات في يعني في الفترة دي اللي يعني آخر يعني شهر أو كده عشان ما عشان يعني تكونوا مركزين وعشان الوقت ما يضيعش منكم. بعد كده الجرامر يا جماعة طبعا كتير جدا. أنا حاولت إن أنا أوريكم كل حاجة يعني أهو كتير. وفي قطعة وفي كمان يا جماعة باراجرافين وكده وفي ديالوج وفي حاجات كتير. أنا الباراجرافات ممكن أكتبها في الجزء بتاع الواجب في الكراسة أو ممكن أكتبها وأدبسها هنا في الكتاب على حسب يعني. المهم إن أنا إن شاء الله هخلص كل التقييمات اللي عليا وكده. هما تقريبا خد مني نص ساعة وبس كده. الحمد لله خلصت. بس كده بقى يا بنات ده كان فيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت لطيف وحلو منكم عشان دي الحاجة اللي بتشجعني. وكمان يا جماعة افكار للفيديوهات الجديدة وتشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم عشان كلنا نستفيد وكلكم تعملوا جدول تلحقوا تلموا المتراكم. وروحوا يا جماعة اتفرجوا على الفيديوهات التانية وروتينات المذاكرة اللي أنا عملتها قبل كده. في كذا روتين في قائمة تشغيل هتفيدكم كتير إن شاء الله. وبس كده أشوفكم في فيديو جديد. باي.